تيجا تونن نيجا نانن كلهم معناهم انا، بس يا ترى ايه الفرق؟ تونن وتيجا الاتنين بيستخدموا في الفورمال situations، يعني لو انا بتكلم مع حد معرفوش، بتكلم مع حد اكبر مني، بتكلم مع حد اكبر مني منصبا مش بس سنا. ونيجا ونانن الاتنين دول بيبقى informal عادي مع اصحابي بقى ومع الناس اللي اصغر والكلام ده كله. تونن بستخدمها لما بكون بتكلم عن نفسي بشكل عام او بقول اي فاكت عن نفسي، اللي هو مثلا تونن هاكسينيدا انا اكون طالب، او تونن تشكر تواهيو لو انا بحب كرة القدم. كرة تونن عامة كأني بقول بالنسبة لي او as for me. كمان لو انا بقول انا بعمل كذا او انا بقول كذا او انا اكون كذا، فدي كلها states او facts about me. بقى يا صديقي لتيجا بستخدمها علشان اقول ان انا اللي عملت الحاجة الفلانية دي. من الاخر انا بستيت وبأكد ان انا الفاعل بتاع الحاجة الفلانية دي اذا كانت لسه هتحصل او حصلت already. يعني مثلا كمثال تيجا الكيو يعني انا هعمل كده، فانا الفاعل بتاع الجملة دي. او مثلا بقول تيجا تيرمونيسورو انا عندي سؤال، فانا بقول دلوقتي ان انا اللي عندي السؤال. طبعا حضرتك ما تقدرش تقول تونن شيلمونيسورو لان حضرتك مش سؤال. اخيرا وليس اخيرا تعالى نختم بالجمله دي. 저는 학생이에요. 제가 학생이에요. 저는 학생이에요 ده معناه ان انا اكون طالب، انا بعرف نفسي وبقول fact about me. لكن لو انا بقول 제가 학생이에요 ده معناه ان في حد whatever مين سأل سؤال بيقول هو مين الطالب اللي هنا، فانا عايزه ستيت ان ايوه انا الطالب، انا يا جدعان الفاعل اللي انت بتدور عنه. فتيجا هاكسينيو. ده كان يا صديقي الفرق ما بين تونن تيجا ديجا نانن في الفيديو ده، واراكم في فيديو تاني. باي.